ادعوا ربكم تضرعا وخفية، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله عز وجل يريدك دائما ترتبط فيه، يريدك دائما متصل فيه، ولن يضيعك الله ولن يخذلك الله أبدا، والله لن يخذلك الله. ادعوا الله، اطلبوا الله يا كرام، اطلبوا الله. ولكي تطلب الله تعلم أدب الدعاء. أنت لا تطلب عاجز، أنت تطلب الملك، تطلب الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ما معنى اسم الله اللطيف؟ ما معنى اللطيف؟ اللطيف هو الذي يدبر أمورك بالخفاء. وابن القيم يقول لو تعلمون ما يدبر الله لكم في الغيب لذابت قلوبكم من محبة الله عز وجل. إذن اطلب واجعل سقفك في الدعاء عالي جدا. وتذكر زكريا لما دعا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. شوف الآن أنا رجل كبير في السن ورأسي يا ربي قد اشتعل شيبة وكانت امرأتي عاقرة، يعني ما فيه أمل ولد. المرأة عاقر وهو كبير في السن، لكن وش قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا. والله ما أشقى وأنت تسمعني، ولا أشقى وأنت القادر على كل شيء، ولا أشقى وأنا أعلم أنك لن تردني أبدا. فإذا بالله عز وجل يبشره بالولد، حتى إنه استغرب الولد، قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يعني ماذا طلبك أصلا؟ فإذا ترفع سقفك في الدعاء، لا تقول والله مشكلتي كبيرة، في شيء أكبر من الله. ألست تقول الله أكبر كل يوم عشرات المرات؟ ليس هناك شيء كبير على الله. ولذلك اعرض طلباتك على الله وأنت معتز. ثانيا احذر من عدم الثقة، انتبه. يعني الآن لما تجي تبدأ تدعي وتقول يا رب، ربي يعلم ما تريد. يعني أنت الآن جبت شيء جديد، مثلا فلان يطلبك وفلان يطلبك، يعني كل هذا معروف عند الله. ولذلك عندما تدعو انتبه لقلبك وليس للسانك، انتبه لقلبك، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى ألسنتنا ولا إلى صورنا، ينظر إلى قلوبنا. فكلما زاد يقينك بالله كلما كان النصر من الله لك قويا. الله عز وجل لا يخذل أبدا عبد توكل عليه.